الشروق تقدم ستوري المونديال. كأس العالم لكرة القدم هي أهم مسابقة دولية تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة. اليوم باش نحكيو على أول نسخة للمونديال واللي احتضنتها الأوروغواي سنة 1930، وتم اختيارها من قبل الفيفا بعد انعقاد مؤتمر بشأنها في برشلونة وتحديدا يوم 18 ماي 1929. واختار الفيفا الأوروغواي كأول بلد ينظم النسخة الأولى للمونديال تزامنا مع احتفال البلد المنظم بالذكرى المئوية لاستقلالها. وشارك في كأس العالم 1930 13 منتخب وهما الأوروغواي البلد المنظم، الأرجنتين، تشيلي، فرنسا، المكسيك، يوغوسلافيا، برازيل، بوليفيا، رومانيا، بيرو، الولايات المتحدة الأمريكية، باراغواي وبلجيكا. وتم تقسيم المنتخبات المشاركة لأربع مجموعات، وضمت المجموعة الأولى 4 منتخبات وهي الأرجنتين، تشيلي والمكسيك. وتم تقسيم بقية المنتخبات 3 مجموعات وانضمت كل مجموعة 3 منتخبات. وتأهل المنتخب المتصدر لكل مجموعة للدور نصف النهائي للنسخة الأولى من المونديال، وهما الأرجنتين متصدر المجموعة الأولى، يوغوسلافيا متصدر المجموعة الثانية، الأوروغواي والبلد المنظم متصدر المجموعة الثالثة، وأخيرا الولايات المتحدة متصدر المجموعة الرابعة. وتأهل المنتخب الأرجنتيني للدور النهائي بعد تمزيق شباك منتخب الولايات المتحدة بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف. وبنفس النتيجة أهل البلد المنظم للنهائي على حساب يوغوسلافيا. وتوج منتخب الأوروغواي بلقب أول كأس عالم بعد ما حقق الانتصار أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين في النهائي بملعب سانتينيرو وبحضور 93 ألف مشجع. وكان الحكم البلجيكي جون لانغينوس حكم مواجهة النهائي. وتوج الأرجنتيني جيميرو ستابيلي بلقب هداف النسخة الأولى للمونديال بعد تسجيله ل8 أهداف في المسابقة. واحتل المهاجم الأوروغواياني بيدرو سيا المركز الثاني بعد تسجيله ل5 أهداف في أول نسخة لمسابقة كأس العالم.